يقول المنهل فجئت إلى مسلما عليه فقلت له سيدي يا ابن رسول الله كيف أمسيت؟ قال أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها وأمسينا معشر آل بيت مقتولين مشردين فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المنهل وبينا يكلمني إذ امرأة خرجت خلف تقول إلى أين يا نعم الخلف فتركني وأسرع إليها فسألت عنها قيل هذه عمته زينب. ولما خشي يزيد الفتنة وانقلاب الأمر عليه عجل بإخراج الإمام زين العابدين والعيال من الشام إلى وطنهم ومقرهم ومكنهم مما يريدون. وأمر النعمان بن بشير وجماعة معهم أن يسيروا معهم إلى المدينة مع الرب. ولما عرف زين العابدين الموافق من يزيد طلب منه الرؤوس كلها ليدفنها في محلها فلم يتباعد يزيد عن رغبته فدفع إليه رأس الحسين مع رؤوس آل بيته وصحبه فألحقها بالأبدان كما في حبيب السير. يقول الراوي فلما ساروا من الشام قاصدين إلى المدينة جعلوا طريقهم على أرض العراق. فلما قاربوا كربلاء قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء. فلما وصلوا إلى موضع المصرع وجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم ورجالا من آل الرسول قد وردوا لزيارة قبر الحسين فتوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم وأقاموا الماتم واجتمع عليهم أهل ذلك السواد وأقاموا على ذلك أياما. عن عطية العوفي قال خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه زائرا قبر الحسين بن علي فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم اتزر بإزار وارتدى بآخر ثم فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه ثم لم يخط خطوة إلا ذكر الله تعالى حتى دنا من القبر. قال ألمسني فألمسته إياه فخر على القبر مغشيا عليه فرششت عليه شيئا من الماء فلما أفاق قال يا حسين ثلاثة ثم قال حبيب لا يجيب حبيبا ثم قال وأنى لك ذا الجواب وقد شخبت أوداجك على أكباجي وفرق بين بدنك وراسك أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد المؤمنين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء وما لك لا تكون هكذا وقد غلتك وكف سيد المرسلين وربيت في حجر
المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شك في حياتك، فعليك سلام الله ورضوانه. وأشهد أنك مضيت على ما مضى على أخوك يحيى بن زكريا. ثم جعل ببصره حول القبر وقال السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برعله، أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين، والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. فقال له عطية كيف ولم نهبط واديا ولم نعلو جبلا ولم نضرب بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأتمت أولادهم وأرملت الأزواج. فقال لي يا عطية سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه.